السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اليوم ان شاء الله جبت لكم هذه الكيشة الرائعة بعجينة بزاف طرية وبنينة. هذه الكيش درتها لكم بالديك الرومي، يعني وصفة اقتصادية وبزاف بنينة. للعجينة ان شاء الله عندنا 2 كيسان عفوا نتاع فارينة، يعني كيسان تاع 200، الكأس اللي فيه 250 مليلتر. فوالا، نزيدو عليهم شوية نتاع الملح، نصف كيس تاع خميرة كيميائية. نخلطو هذه المكونات مع بعضها. فوالا، يعني العجينة سهلة. ونزيدو نصف كأس نتاع الزيت. فوالا، ندخلو هذيك الزيت في العجينة، نخلطوهم هكذايا مليح، يعني ما تسيوش تدلكوهم يعني ندخلو غير هذيك الزيت في الفارينة فقط. ونزيدو لهم حبة نتاع بيض، يعني هذا الوصفة ما تحبش العجن، ليمو فقط. فهذاك الكأس تاعنا اللي درنا فيه الزيت نزيدو كمية تاع الماء، ونبداو نضيفو غير بشوية حتى تحصلوا على عجينة متماسكة. يعني الماء واحد 4 كاس تاع ماء فقط، ما كوش رايحين تستعملوا الماء بزاف. فوالا، حتى نتحصلوا على عجينه هكذا متماسكه. فوالا، نديروها في كيس بلاستيكي ونحطوها بجهه ترتاح واحد شويه لطول نحضروا الحشو نتاعنا. هنا الحشو تاعنا عندي 2 حبات بصل يكونوا ملاح، سينو تستعملوا حبه بصل كبيره تقطعوها بهذا الشكل، تزيدوا لهم شويه زيت، ملح، فلفل اسود، يعني واحد 2 ملاعق كبار نتاع الزيت، شويه ملح، فلفل اسود. وهنا راني استعملت ديك الرومي. وعلى انا استعملت شريت 25,000 تاع ديك الرومي، 250 دينار. وراني خلطت، يعني كما راكم تشوفوا ما زدتش كاع الماء. نخليوهم يطيبوا في غرضهم، نغلقوا عليهم ونروحوا نحلوا العجينه نتاعنا. نجيبوا كيس بلاستيكي، يعني هذوك تاع الخبز دائما نخليهم ما نرميهمش. قطعته حليته بهذا الشكل، وراني ندير في العجينه ونحل فيها ونحطها في المول. وانا راني هنايا كنت شعلت الفرن تاعي على درجه حراره 180 درجه مئويه، شعلته من الفوق ومن التحت. الا كان يشعل لكم غير من التحت تشعلوه غير من التحت. كي تشوفوا الجوانب تاع الكيش تاعكم احمروا طفيوه لها وتشعلوا من الفوق. فوالا، انا هنايا بعد ما حليتها خذيت القيس وراني نوسيها في المول تاعي بهذه الطريقه، ومن بعد نحي الزوائد. شوفوا، يعني طريقه سهله. فوالا، غير هكذا نحي الزوائد، واللي شفتهم خاصينهم نزيد لهم شويه نسقمهم حتى نكملوا. كما شفتوا كانت شاطت لي شويه تاع العجينه، درتهم دي ميني كيش. يعني اذا عندكم المول تقدروا ديروا دي ميني كيش. فوالا، راح نحطهم في كيس البلاستيكي لو طون اللي نحضر. جبت لي مول تاعي وهنا راني نثقب في العجينه تاعي. فوالا كما راكم تشوفوا. وهنا راح نجيبوا 3 حبات نتاع البيض. هنا عندي كأس ماشي معمر كاع تاع كريم فريش، زدت عمرته قيس اسبوع هكذاك تاع الحليب، زدته مع البيض تاعي، ونزيدو معاهم شويه ملح وشويه فلفل اسود، ونخلطوا الخليط. هذه هي، يعني كما راكم تشوفوا وصفه ولا اروع. تحضروها دقيقه، يعني ديروها عشاء فطور، تحبوا تروحوا للبحر، تحبوا تزيدوها مع شريبه، تحبوا يعني وصفه جد سهله. وانا ها هم لي ميني كيش اللي راني رايحه نديرهم. فوالا، ندير لهم غير شويه تاع الفارينه برك، ونحلوا العجينه بنفس الطريقه ونديروهم ونثقبوها.
فوالا بهذا الشكل. فوالا ومن بعد الدن تاعي بعد ما طاب، يعني خليته على نار قليله، كنت نخلط فيه خضره على خضره. بعد ما طاب طفيت له، شفت هذاك البصل تاعي قاع ذاب، طفيت له وراني نديرو هنايا مباشره في ليمون. سبقت في الميني كيش، فوالا باش من بعد واش قاعدين نديرو كاع في لاكيش الكبيره. فوالا هنا جاوني غير 3. دوك نجيبو لاكيش تاعنا الكبيره ونديرو عليها هذاك واش قعد لنا كاع تاع لاطين داشي، ونوزعوه كاع على لاكيش نتاعنا، ونزيدو هذوك الخليط اللي درناه من الفوق نتاع البيض لا كريم فريش، شويه حليب وشويه ملح وشويه فلفل اسود. فوالا وتسحقوا غير شويه نتاع فرomاج غابي على جال اللون. فوالا كان عندي واحد شويه نتاع الكوريا راني نديرو من الفوق غير شويه فقط للون، ونزيد ندير في هذوك لي كيش تاوعي من الفوق ونديرهم في الفرن حتى تشوفوا هذاك الاحمرار وتنحيوهم بسهوله تامه. شوفوا كيفاش جاتني لاكيش تاعي، جات ما شاء الله. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، تجربوها وراني اكيد راح تعجبكم، وما تبخلوش عليا بلي جيم ولي بارطاج. شكرا.